السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شيكابالا يتخذ قرارا غاضبا ضد إمام عاشور بعد انضمامه رسميا إلى الأهلي. دعونا نتعرف على التفاصيل. ألغى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك متابعة إمام عاشور المنتقل حديثا إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان إمام عاشور قد لعب في صفوف الزمالك الغريم التقليدي للأهلي قبل انتقاله إلى الدوري الدنماركي في صفقة بلغت 2.6 مليون دولار. شيكابالا ألغى متابعة إمام عاشور عبر موقع تبادل الصور انستجرام عقب قيام الأهلي بالإعلان عن التعاقد معه، كما قام بحذف صورة خاصة له مع عاشور تعبيرا عن غضبه من تصرف اللاعب. وقد أعلن الأهلي تعاقده مع عاشور لمدة 5 مواسم بعد إتمام الاتفاق مع ميتلاند الدنماركي. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.